اقسم بالله انا جامد وبيطلع من بق حكم. شايفين المنظر يا جماعه؟ اللي بيحصل دلوقتي غريب وعجيب. ركبت الباص جابني عند مطار تاني غير مطار بانكوك. انا حرفيا يعني الدنيا هنا بايظه. بص شايفين الميه قد ايه؟ شايفين انتوا الجماعه اللي طالعين من مسلسل صيني دول؟ السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. للاسف انا النهارده مش في احسن حالاتي، المود مش احسن حاجه. خلاص انا مش هقعد يوم واحد في البلد دي تاني. اوكي، هي ثقافه شعب، طريقه اكلهم كده، هي بتعمل الريحه دي. يعني هي فعلا انا لدرجه انا ما استحملهاش. يعني انا مش اوفر او مش الشخص اللي هو يعني بيتعب بسرعه، بس لا، الموضوع فعلا درجه لا تطاق. عشان كده خدت قرار جريء كده، مش هسيب البلد كلها ولا حاجه. انا كان المفروض تذكره العوده بتاعتي من بانكوك هرجع تاني ان شاء الله الامارات، وبعدين من الامارات هرجع للمملكه العربيه السعوديه. غيرت تذكره العوده، خليتها من بوكيت بدل بانكوك ان شاء الله. فهنركب من بوكيت نرجع تاني على الامارات. عشان كده انا دلوقتي لسه في بانكوك، فلازم اروح بوكيت. خلاص قررت ان انا اعمل شيك اوت واسيب كل حاجه. حتى انا لسه دافع يوم جديد هنا في الفندق، فقلت لا خلاص انا مش قادر استحمل، مش هقعد يوم كمان. اطلب منهم اعمل شيك اوت، معرفش اذا كان هيفكروا يرجعوا الفلوس تاني او لا. شوف الموضوع ده وبس، ونروح بوكيت ونشوف الدنيا. انا اعتقد الوضع هناك هيكون احسن، هي مدينه ساحليه اكتر على عكس بانكوك. خدنا شنطتنا، جهزنا حاجتنا هناخدها، نحاول نعمل شيك اوت، وبعدين هناخد اخر فسحه كده في بانكوك. لا ممكن نروح نشوف المعابد، نشوف ايه الدنيا، لحد ميعاد تذكرتنا ان شاء الله اللي هتكون الساعه 12 بالليل بتوقيت بانكوك. بصوا يا جماعه، ده بيبقى الشكل النهائي بعد ما تلبس شنطه مليانه حاجات، ومعاك الشنطه الصغيره دي فيها حاجات تانية كده. تحس انك مش متضايق، يعني شايل حمل. هو مش تقيله الاوفر، بس قصدي لو شايل شنطه اللي هي بتاع السفر هتبقى حاجه مقرفه، وهترخمك. يعني اول سفريه خدتها كانت معايا الشنطه العجليه، بس بالوضع ده انا معتقد ان الدنيا تمام جدا. يلا بينا. Hello, how are you? Can I make a check out? Okay. Because I have to go for something. No. Is my name นะคะ 210 ค่ะ Here? 500? Okay, so I bid today. ฮะ I bid today for 600. ก็ตอนแรกบอกจะอยู่ต่ออ่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่ใช่ไหมคะใช่เขาจ่ายไว้วันหนึงจะอยู่ต่อ จะให้พี่ไปด้วยเพราะว่าตอนดัสโมเมนต์นะคะ No problem. Then here? So this is special for me. Thank you guys. Thank you. صراحة فندق محترم واسمه رامباتوري هاوس تقريبا لو انا بنطق صح. تمام، عملنا شيك اوت، ادتني فلوس في الاول كنت انا دافعها كتأمين، وبعدين اتكلمت معاها في موضوع الريفند. قالت لي بصراحة احنا ضد سياستنا الموضوع ده، بس عشانك انت وبنعمله مخصوص هنرجع لك فلوس. رجعت لي اكتر من نص المبلغ، فهو الموضوع مش عشوائي ان هي ادتني نص المبلغ، لا يعني يمكن اعتقد حسبتها بطريقة معينة ورجعت لي الفلوس. فالصراحة ناس كويسين والفندق كويس، تجربة كويسة أنصح بيها الفندق ده لو أنت جاي تجرب بانكوك. يعني أروح فين دلوقتي مش عارف الصراحة. بس هطلب أي حاجة توديني على أي وجهة نعمل فيها أي حاجة، وبعدين نتكل على الله نروح المطار نركب طيارة بوكيت. ده يعتبر الميدان يعني ورا هنا على طول كان فيه الفندق اللي أنا قاعد فيه. البلد جميلة يا جماعة، محدش يفهمني غلط. يعني حرفيا انت هتمشي في الشوارع البلد جميله وفيها مناظر كويسه، بس انا مفيش حاجه تعبتني اكتر من العربيات اللي بتبقى واقفه في الشارع، وغالبا هي موجوده في كل شارع، هي ملهاش اماكن معينه، شغاله بقى بتقلي بتشوي، الله اعلم هما بيعملوا ايه بالظبط. فالموضوع متعب نفسيا وجسديا وكل حاجه، يعني لدرجه ان هو خلاني اسيب المكان وامشي. الموضوع لو مش اوفر انا ما كنتش طلعت، بس هو فعلا اوفر. ايه رايكم في شكل شوارع بانكوك يا جدعان؟ الطريق والناس يعني كويسه والله، منظمه برضه يعني مش وحشه. هو الطريق ده رايح جاي، والناس هنا بتلتزم بالمرور على فكره جدا، فتمام يعني. قصدي الابيض الدنيا جابتها برضه كالعاده. اوكي عنده ناحيه واحده بس.
Yeah. It's open or closed? Open? Okay. 2 hours? No problem. ميه جايه من كل حته. انا هتغرق والدنيا بايظه والله على قد الجو والبهدله وكل الحاجات دي. ميه دخلت من كل حته بس الواحد مبسوط جدا والله. الجماعه دول ما عندهمش اي مشمع خالص. احنا عندنا ناحيه واحده، الناحيه الثانيه مكشوفه. دول يا عيني الاثنين مكشوفين. ربنا يعين دوت الموتوسيكل وبتاع. الجراج ده بيلعب فين يا جدعان؟ الجماعه بيبداوا يلبسوا الحاجات دي بيعيشوا حياتهم اول من فتره دي. برد ورعد ومطر ليله ليله يا عم الحاج. دخلنا المعبد بيقول لك الملابس المسموحة، ممنوع الشورت، ممنوع الحاجات دي كلها. تيجي هنا تقطع التذكرة 300 بات عشان تقدر تخش. فينا ناس كتير اهوت قاعدة وهنشوف هنعمل ايه. الو اوكي هنا ثانك يو. دخلنا كده المعبد، يعني الناس كلها بتهرب، انا الوحيد اللي داخل. منظر جميل بصراحه بغض النظر عن فكره المكان، بس المنظر خرافي. لما بنشوف الحاجات دي يا جماعه زمان في الافلام الصينيه والحاجات دي، يعني منظر جامد صراحه. الحين الشمسيه بتاعتنا اقسم بالله اكتر حاجه فادتني في الرحله دي هي الشمسيه السوداء دي. حاجه بس للعلم والتنبيه، اي مكان من الاماكن دي سواء دلوقتي او مستقبلا احنا بندخلها او انا بدخلها بغرض الاستكشاف ليس اكثر ولا اقل. انا حرفيا يعني الدنيا هنا بايظه. بص شايفين الميه قد ايه؟ حراس البوابه ما اعرفش مين دول بصراحه. كل الناس راحه. شوف الحاج اللي نايم. اتمنى بس زيارتنا ليه المفاجاه دي ما تقلقوش من نومه. ايه ده؟ انا لا اعرف ماذا يوحي هذا التمثال، لكنها لوحه فنيه تستحق التصوير. لا شايفين المكان من هنا عامل ازاي؟ لا منظر تاني، حرفيا منظر تاني تاني تاني. كويس لقينا في شويه ناس جوه عشان يونسوا الواحد، ما يبقاش هو ماشي لوحده كده، الناس كلها طالعه. يعني كويس في ونس. هنا كده في زي نافوره بسيطه جميله، في زي جرس هناك، الناس متجمعين. شايفين انتوا الجماعه اللي طالعين من مسلسل صيني دول؟ والله شغل عالي عالي عالي. اظن مفيش حد جه صور في الاجواء اللي زي كده. انني بذلك اعتقد اني صاحب الجديد والمفيد الفريد والعتيد. اتمنى ان تعملوا سبسكرايب شديد لاجل ان تستمروا في مشاهده المزيد. اقسم بالله انا جامد وبيطلع من بق حكم. شايفين المنظر؟ يا الله. خش نشوف عمك الناقل دلوقتي. Hello. هلو هلو. No, 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 no. نو شوز؟ يقول لك خش من غير الجزمة. قلعنا الكوتش حطيناه في الشنطة دي. داخلين نشوف الحاج اللي نايم. لا منظر غريب. حجمه على فكرة يا جماعة يعني اوفر. مش عارف هو هيبان في الفيديو ازاي، بس هو حجمه فعلا اوفر. يعني شايفين عامل ازاي؟ خليني اصور نفسه قدامه ويمكن تقدروا تحددوا الفرق. اعتذر على المنظر طبعا اللي انا فيه، هو ده طبعا مطر يعني. لا
فالعمليه واحد يعني يا جدعان، يعني مش لازم نتجمل قدام بعض كتير. بص بقى من اول هنا بادئ تمام لحد وهنا معرفش زي صور مين كده. ده صورة مصغرة عن الحاج اللي نايم، شايفين هو عامل ازاي؟ معرفش مين بقى، شكله كده باللون المذهب. وده التفاصيل اللي موجودة في المعبد. بصراحة أنا ما عنديش معلومة تاريخية عن إمتى اتبنى المعبد ده، أو إمتى بدأوا يبنوا في الحاجات دي كلها. هل هي قديمة فعلا؟ هل هي جديدة؟ الله. انتم ملاحظين ان الدنيا مطر، بس الجو مش برد خالص ولا يقرب للبرد حتى. الجو فعلا رطوبة مع حر مع مطر، سبحان الله. فانا ما اعرفش ايه المعلومه التاريخيه، ومش مهتم اعرف بصراحه يعني امتى بنوه. بس تخيل يقول لك قعدوا فتره كبيره جدا بيبنوا في هذا التمثال، وفي الاخر يحطوه في مكان عشان يعبدوه. يعني ربنا يهدي الناس، يعني كل واحد برضو على حسب البيئه اللي انشئ فيها وثقافاته. احنا بس جايين نستكشف استكشاف سياحي بحت، لا اكثر ولا اقل، وبنقول لكم تجربه كامله. انا ماشي بالجزمه والشمسيه. بادئين بقى من هنا نشوف الصوابع الذهب بتاعته، يا عيني يا عيني، لحد ما نرجع كده الشكل. شوف بقى المنظر من هنا، نقرب تاني. وده الشكل النمطي لتمثال بوذا اللي بيبقى قاعد كده زي ما انتم بتشوفوه بالافلام. مع كامل الاحترام لاي ثقافه واي شعب، خلينا دايما نفتكر حاجه مهمه يا جدعان، هو نحمد ربنا ونشكره ان احنا اتولدنا مسلمين. لان في الاول وفي الاخر كلنا بشر. اتولدنا كان وارد جدا اتولد في ثقافات مختلفه، كان وارد ان لا قدر الله نطلع اي حاجه تانية، بس دايما تفتكر النعمه دي، تحمد ربنا انك اتولدت مسلم. الحمد لله، الشكر لله. يعني بدون تجريح في اي حد، كفايه بس ان احنا نستكشف الثقافه بتاعتهم. ده المنظر من بره، الدنيا بدات تليل. بصوا انا جيت هنا زي الاجراز اللي كانت في الافلام الصينيه زمان دي. شايف هنا زي صندوق تبرعات كاتبين فيه بيتزا كونج بليز دونيشن سم ماني، بليز دونيت سم ماني. يعني انا جه في دماغي اللي هو كينج كونج، اللي هو فكونج ده غالبا ممكن يبقى شخص شرير، وكينج ده كان الشخص الكويس. والله ده كله فرضيه من دماغي مش اكتر. هنا بيقول لك بيتزا كونج اللي هو يعني تعال نكسب الشرير وان احنا نتبرع بفلوس. طب ما هو في الكونج، فين الكينج؟ كينج كونج يمشي معاها برضو بينج بونج، اي كلام. انا مش عارف ليه جاي معايا النهارده كده ان انا اعمل على القافيه والحاجات دي. بص لقيت ايه، وهنا رئيس فرنسا ما معرفش مين، وهنا الناس دول مش عارف مين دول بصراحه. ده بتاع فرنسا، اعتقد ده بتاع دولة الفاتيكان لو تسمعوا عنها، يمكن ده تبع الهند او حاجة. باراك اوباما وهيلاري كلينتون اعتقد. الجماعة دول يعني اللي بيحاول يقول ان هو الناس اللي هو رؤساء الدول والجماعة دول بييجوا هنا بيحترموا برضو المكان وبيتصوروا معاه والحاجات دي كلها. فا اوكي، وجهة النظر وصلت، بس برضو يعني اي كلام. فيري جود. الحاجة الصينية اللي ورا دي بتعمل فوتو سيشن. ماشي يا هوا. حتى هنا في المعبد بيعملوا مساج، تاي مساج وفوت مساج، تاي مساج ويز اويل. كله بيحاول يسترزق يا جماعة، يعني اكل العيش مر انتوا عارفين، كله بيحاول يسترزق. يا الله. تكملة للجولة، لقيت بعض التماثيل الصغيرة من دي مدهبة، لحد ما نيجي هنا تمثال اسود مع بعض الاختلافات، واعتقد هذا يعني اختلاف في مش عارف ايه بالظبط. والمنظر المعبد البوذي، خلي بالك
ده المنظر في المعبد هنا، تماثيله، ثقافات، بالناس اللي بتيجي تتفرج عليه. الدنيا خلاص بدأت تليل، الحمد لله الواحد بقت نفسيته احسن شويه لما بدأ يمشي ويروح ويجي ويقابل ناس وثقافات كده. حاجه يعني حاجه بتأثر جدا ومفيده جدا حرفيا يا جماعه للنفسيه. طب بالنسبه للموضوع ان انا عايز اروح بوكيت ان شاء الله، الموضوع ما اتكنسلش، انا خلاص قررت شويه كده وممكن اركب اروح المطار، ومن المطار اكيد في اوبشن حجز بالكاش او حاجه زي كده. موضوع الفيزا ده حرفيا صدمني ان انا لازم استلم الكود على الخط السعودي بتاعي، وللاسف هو مش لاقط اي شبكه خالص. هي حاجه كويسه طبعا، هي كنوع من الحمايه، بس للاسف الموضوع ده مأثر جامد جدا جدا. حتى الخط اللي انا بحجز من عليه ما عندهمش اوبشن ابل باي او حاجه زي كده، يعني كنت جربت الحل ده بس هم ما عندهمش. فمحلوله ان شاء الله، هنشوف كده هل جولتنا انتهت ولا لا، وفي الاخر نروح على المطار دايركت نشوف هنعمل ايه هناك. يا جماعه اللي بيحصل دلوقتي غريب وعجيب. ركبت الباص جابني عند مطار تاني غير مطار بانكوك، يعني هو في بانكوك بس مطار مختلف، غالبا مطار داخلي او حاجه. اتمنى ربنا يسهل نلاقي تذاكر بوكيت من هنا، لان جاي على الله ما حجزتش ما عملتش اي حاجه، ربنا يستر. سمعتوا عن فقدان الشغف؟ هو انك تقعد تعمل فيديو طويل عريض وفي الاخر مثلا تيجي تكسل تعمل بقى القفله بتاعته. اديكم الملخص في السريع كده عشان تعرفوا ايه اللي بيحصل، عشان اقفل الفيديو هنا. وكفى المؤمنين شر القتال. بص انا قاعد حتى لبست البتاع دوت على القميص اللي كنت لابسه، جو تلج يا عم الحاج، الدفى اهم من المظاهر معلش. طيب ايه اللي حصل؟ ان انا الباص وقفني وجابني هنا مطار غير المطار، طبعا مطار في بانكوك بس هو مش مطار بانكوك الاساسي. دخلت سالت على تذاكر البوكيت، قالوا لي كان في طياره بعد ساعه، بس للاسف انا ما كنتش هلحقها، يعني قالوا لي خلاص قفل الشيك ان او حاجه زي كده. مع ان قعدت احاول اقنعهم اللي هو يا جماعه طب انا معيش شنطه اللي هي كبيره او وزني يعني ممكن اخش عادي، بس كان الموضوع مقفول. حجزت اول طياره لبوكيت الساعه 7:30 وانا واصل الساعه 8، فبنتكلم في حوالي فوق ال10 ساعات قاعد مستني في المطار، يعني فوق ال11 ساعه يعتبر كمان. فلفيت المطار وقعدت استكشف. دخلت هنا في حاجات اسمها السليبنج بوكس، اللي هو زي اوض كده ممكن تأجرها وتخش تنام وتريح فيها وتاخد شاور والكلام ده كله. هسيب لكم اللقطات من تجربتي للموضوع ده وبعدين بس كده. فشكرا ليكم لو وصلتوا الفيديو لحد هنا، دي حاجه يعني بالنسبه لي تبقى كبيره جدا ان حد يستحملني يتفرج على المده بتاع الفيديو دي كلها. اشوفكم على خير، السلام عليكم. بما ان يا جماعه ان انا محبوس هنا في المطار لمده 8 ساعات، قلت استغلهم واجرت ساعه في السليبنج بوكس هنا في مطار بانكوك في تايلاند. دخلت خدت الشاور الجميل، السرير الجامد، والتلفزيون اللي انا مش فاهم منه اي حاجه. الاهم من ده كله ان انا لازم اشغل دماغي واعوض الفلوس اللي انا دفعتها دي. هنلاقي كونديشنر معرفش بيعمل ايه، بودي لوشن، شاور جل، وبعدين شامبو. فاحلى حاجات هنسرقها واحنا ماشيين، عاجبني كل واحده بلون مختلف كده كده. يا اصحابي هوريكم روتين البشره بتاعتي. اول حاجه بنستخدم البودي لوشن، بعدين بنحط بعديها على طول كونديشنر مش عارف ليه، بعدين نحط شامبو نغسل كل حاجه. حاطين لي ميه كمان ازازتين كده. نقفل التلفزيون، الحمد لله اتوضينا. هنصلي بقى اي وقت في حياتنا لحد ما الوقت يخلص ونطلع تاني نستنى بقيه الوقت في المطار. مش هتعود على الدلع كتير، يعني قدام بالظبط حوالي نص ساعه. ببص في ايدي وانا مش معايا ساعه اصلا. يلا سلام.